وخلصت الحكاية، حكاية قبل نهائي السوبر وصعود الأهلي والزمالك للنهائي. يعني التوقع نهائي عكس التوقعات أو عكس الأحاسيس، وبالأخص خلينا نتكلم بصراحة. يعني جمهور الزمالك ما كانش متوقع، وزي ما قلنا قبل كده 100 مرة إن أي 11 لاعب في ليلة بيضاء يقدروا يكسبوا بيراميدز دوري كاس سوبر. الزمالك كعبه عالي جدا على بيراميدز، فمن حقهم يفرحوا، من حق جمهور الزمالك يفرح، من حق جمهور الزمالك يحلم ان هو يوصل وياخد البطوله. ده حق مشروع لكل الجماهير. الاهلي برضه عمل عكس المتوقع، عمل اداء كويس، بس برضه نرجع ونقول اهدار الفرص في الاهلي. الاهلي ما فيهوش راس حربه، الاهلي ما فيهوش باك شمال، الاهلي بيوصل كتير ما بيهدفش. لكن كلنا شفنا النهارده الاهلي بيكسب سيراميكا كليوباترا 2-1. الاهلي عمل اداء ولا اروع لحد الدقيقه 30 من الشوط الاول. بعد الدقيقه 30 سيراميكا سيد الماتش وتعادل، ضيع فرص، وعلي ماهر ظهر بقوه مع نهايه الشوط الثاني وهدت مرمى الاهلي. لكن في الاخر الاهلي كسب الماتش وصعد للنهائي. طبعا جونين، الثلاث اجوان اللي في الماتش هم 3 اجوان ملعوبين، سواء بتاع تريزيجيه اسيست ولا اروع من زيزو. جون تعادل بتاع بيراميدز مروان عثمان، ده لعيب هايل جدا، لعيب متحرك، لعيب بيلعب في كل مكان في الملعب، صعب انه يتمسك. نروح للشوط الثاني. الشوط الثاني كان كويس من الفرقتين. سيراميكا كان واقف على حيله، كان بيلعب كوره، هدد مرمى الاهلي لحد ما جه جراديشار باللمسه، وان تاتش، كوره من اشرف بن شرقي حطها في الجون، والجون ده فاز الاهلي وصعد لنهائي السوبر. ماتش الزمالك ماتش الزمالك وبيراميدز هو كان ماتش كويس، ماتش كان دون يعني مستوى مش عكس الفرقتين. يعني المفروض يبقى الماتش يبقى اقوى من كده بكتير. تاني حاجه احمد رؤوف كل ماتش بيثبت انه مدرب كويس، مدرب ليه مستقبل. عمل فرق مع الزمالك عكس يانيك فيريرا. احمد رؤوف من هو في البلديه الكل متوقع له بمستقبل كويس في مجال التدريب، ويستحق انه يمسك فرقه كبيره، وصعد بالزمالك وهو بضربات الجزاء للنهائي. وهنشوف ان شاء الله يوم الاحد، هنشوف ايه اللي يحصل. رحنا الماتش قمه جديد بين الاهلي والزمالك، ماتش ما كانش في الحسبان او قمه ما كانتش في الحسبان، بس في الاخر قمه اتفرضت علينا كلنا، على كل اهلاوي وكل زملكاوي وكل المتابعين للكوره. وهنشوف يوم الاحد ايه اللي هيحصل، ويوم السبت لينا حلقه تاني مع نهائي السوبر. وشكرا.